العشرة القديم. البنك المركزي، إصدار السبعينات. إصدار السبعينات. العشرة القديم. ادي شكلها، وادي الظهر بتاعها. طبعا دي متوفرة مع كل الناس. نتكلم عنها وعن سعرها وأماكن بيعها. كل الناس معاها منها، فدي حاجة مش نادرة. يعني دي متوفرة مع كل الناس، فدي حاجة مش نادرة. واللي مش نادر مش غالي. الغالي اللي هو مش نادر. أما دي موجودة، فعشان كده مش غالية. فدي بتعمل سعر كام؟ دي بتعمل 80 جنيه. بالحالة اللي قدامك دي بتعمل سعر 80 جنيه، بنفس الحالة كده. الزيرو منها بتعمل 150 جنيه. 150 جنيه حالة الزيرو. أما حالة زي اللي قدامك بتعمل 80 جنيه، 70 جنيه، متقطعة بقى عليها كتابة، الكلام ده كله. كل ده يقلل من سعرها، كل ده ينزل من سعرها. أي حاجة عليها قطع مكتوب عليها، كل ده ينزل من قيمتها، من السعر بتاعها يعني. لكن طول ما العملة جديدة تعرف تبيعها بسعر كويس. هنيجي برضو على 10 تانية أوريها لك. أهي 10 البصل. العشرة البصل أهي، توت عنخ آمون. الشكل بتاعها، وادي الظهر. ودي طبعا حالة برضو متوسطة. دي بتعمل 120 جنيه. الحالة اللي قدامك بتعمل 120 جنيه. الحالة العالية منها بتعمل 300 جنيه. الزيرو يعني، الزيرو اللي هي أنصر بتعمل 300 جنيه. أما اللي قدامك بتعمل 100 جنيه. كل حالة ولها سعرها، كل حالة ولها سعرها. العملة بتتباع على حسب حالة الورقة. كل ما كانت حالة الورقة كويسة سعرها بيعلى. متقطعة عليها شخابيط، عليها كتابة، الكلام ده كله، كل ده بينزل من قيمتها وينزل من سعرها. أماكن البيع: جروبات الفيسبوك، جروبات الفيسبوك أو الأسواق: سوق ديانة، خان الخليلي، العتبة، محطة مصر، اسكندرية. دي الأسواق. المواقع: أمازون، علي بابا، أوليكس. كل دي كل دي أماكن تقدر تبيع من عليها العملة بتاعتك. متنساناش في اللايك والمتابعة للصفحة عشان تشوف كل جديد في أسعار العملة القديمة.